مشكله الزمالك على مدار عصوره، على مدار تاريخه يعني كنا الواحد بيتفرج بقاله فتره يعني على الزمالك لحد ما دقنه بيض اهي الحمد لله وشعره بيض. دايما عمري ما شفت في الزمالك ناشئ طلع بيعرف يدافع. هاتولي كده في مر التاريخ، هاتولي حد طلع من ناشئين نادي الزمالك بيعرف يدافع. حتى لو كان مدافع، يعني لو كان مدافع هتلاقيه ما بتعرفش يدافع، والله زي ما بكلمك كده بجد يعني. يعني حاتم سكر لا يفقه شيء عن الدفاع ولا يفقه شيء عن الباك. يعني انا شايفه لعيب كوره حلو، بس يعني مش دوره ان هو يلعب في نادي الزمالك، ولا دوره ان هو يلعب اي مركز في مهام دفاعيه، يعني يلعب اي مركز تاني في اي مكان تاني غير الزمالك. وكذلك الامر نيمار. احنا دلوقتي كسبانين ان النصر ومتقدمين عليه 1-0 والدنيا حلوه وبندافع والدنيا زي الفل، والدنيا زي الفل. يقوم اوسوريو العبقري مخرج اتنين مدافعين، اتنين او مش اتنين، اتنين بيعرفوا يدافعوا، وينزل اتنين ما عندهمش اي فكره بالدفاع، هوب يا دوبك في اللحظه يجي جون على طول. انا كنت متاكد من الحركه دي.